أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم عماد العطار. النهاردة الخبر اللي قدامي: مصر تكذب إسرائيل مجددا، لا ترتيبات حول محور صلاح الدين. الخبر اللي قدامي بيقول إن في مصدر أمني رفيع المستوى نفى وجود أي ترتيبات أمنية جديدة مع إسرائيل بشأن محور صلاح الدين الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين أو تركيب أي وسائل تكنولوجيا بالمحور ده ملوش أي أساس ومنفي تماما. إسرائيل تقول اللي تقوله. طبعا هنا ومحور صلاح الدين هو شريط حدودي بطول 14 كيلو متر بين غزة ومصر، ويعتبر منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقبل كده ذكرت صحيفة تايمز اوف إسرائيل ان مصر وإسرائيل اقتربوا للتوصل الى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب. ونقلت الصحيفة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي القول أن المحادثات مستمرة منذ أسابيع مع القاهرة وسط خلافات حول مدى السيطرة. كما أفادت الإذاعة نقلا عن مصادر لم تسمها بأن إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتا كافيا للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة. ويذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم أن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور صلاح الدين ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين. وأفادت أيضا بأن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عدة محاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث معه.